بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم في بداية فيديو جديد ضرب نار. ازيكم يا صحابي يا جامدين؟ عاملين ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد السنة الجديد. ولكم انا اسف يا جماعة ان انا اتأخرت اكتر من كده، لان انا يا جماعة كنت بره البيت. اسف يا جماعة، اسف بجد. فاصحابي يا جامدين يلا نكمل قصة ميجو 9 ونبدأ. يلا يا جماعة يلا نكمل قصة ميجو ده. ميجو 9 يا جماعة هو كان طول السنين دي كان مخبي علينا حاجات من أول ما بدأ فيديوهات من 4 سنين. مستحيل. أيوة زي ما انت سمعت كده، هو أصلا كان مخبي علينا حاجات. يعني هتقولي يا صاحبي يا جامد يا عم ده انت بتقول أي كلام. لا أنا هقولك حاجات، بس قبل ما أقولها يا ريت الشروط بقى انك تعمل لايك، ان الفيديو ده يوصل ل 500 لايك ويوصل ل 500 تعليق، قصدي يوصل ل 50 تعليق. وبسم الله نبدأ. قصة ميجو 9 يا جماعة هو ان الولد اسمه ميجو 9. يعني هو يا جماعة حقيقة ميجو 9 يا جماعة هو ان اللي بيظهروا مع ميجو 9 هم اللي اسمهم قط لولو، دونجل، دناجيلو، مس عفوفة، شقلب البطة، وطحينة، وسباعي. هم اصلا يا جماعة كلهم شخص واحد. طب ايه ده؟ طب انت هتقولي يا صاحبي يا جامد هم ازاي شخص واحد؟ هقولك يا صاحبي يا جامد هصدمك حرفيا، هتتصدم لما تعرف كده يا جامد ان ميجو 9 ده بيستعمل برنامج تغيير الاصوات. زي ما سمعت كده، برنامج تغيير الاصوات. عارف يعني ايه تغيير الاصوات؟ يعني هو بيغير الصوت، يعني بيستخدم جهازين او 3. يعني يا جماعة هو كان مخبي على الناس دي انه دول مش شخصيات حقيقية. خد بالكم. ما انت هتقول يا صاحبي جامد ياه انا زعلان من ميجو، ازاي هو مش معرفنا من الاول ان دي مش شخصيات حقيقية؟ بس هقولك يا صاحبي جامد ان هو كان عايز يعمل كده عشان تحس ان دول شخصيات حقيقية. اهو يا جماعة ببحث يا اصحابي يا جامدين. عارفين يا جماعة كلمة اصحابي يا جامدين دي؟ الكلمة دي كان بيستخدمها ميجو 9 بس بيقول احنا جامدين، فانا خدتها منه عشان ما لقيتش غير الكلمة دي. صاحبي يا جامد، فانت يا صاحبي يا جامد انا عارف انك زعلان دلوقتي، ما تزعلش بقى ان ميجو 9 مش معرفنا ان دول شخصيات حقيقية. دول مش شخصيات حقيقية. معلش بقى بالله عليك ما تزعلش من ميجو 9. سامحه بس، ما هو اللي كان هو اللي بيقوم بالادوار دي. نسامحه الماضي، بس ياريت ميجو ما يعملش كده تاني. فتاني حاجة معلش يا جماعة بقى ما تزعلوش ان الفيديو هينزل بكرة. يا جماعة هوعدكم الفيديو هينزل بكرة. 2 يوليو. اسف يا جماعة انا مش هنزل لكم. يا جماعة يا صاحبي يا جامد ما تزعلش من ميجو 9. تاني حاجة يا جماعة ان ميجو 9 يا جماعة ما عادش، يعني ميجو 9 يا جماعة كان ودي كانت حقيقة ميجو 9 يا اصحابي يا جامدين. حقيقة ميجو 9 ان هو كان بيستعمل برنامج تغيير الاصوات. يعني يا جماعة هو كان بيكدب علينا. بس انت لو قلتله كده يا صاحبي يا جامد، لو انت قلتله انت ليه يا ميجو مخبي علينا ان دي مش شخصيات حقيقية، انا هقولك طبعا انه طبعا ميجو ده مش هيرد على سؤالك. ميجو ايه مش هيرد على سؤالك؟ قلتلك 100 مرة ميجو ده مش هيرد على سؤالك. لو عرف السؤال ده ممكن مش يرد على السؤال ده.
ده. فيا ريت يا جماعة بعد كده يا جماعة ما نصدقش ميجو 9 ده، عشان لانه كداب، عشان هو كان كذب علينا وقال لنا ان كان دي شخصيات حقيقية، لكن في الواقع دي مش شخصيات حقيقية، لان ده كذب ده يا جماعة. وتاني حاجة يا جماعة ان ميجو 9 يا جماعة لما الناس بتقوله اعمل. تاني حاجة يا جماعة ان ميجو 9 يا جماعة ان هو يا جماعة هو لما الناس قالت له دونجل ده نجيله اعمل لنا قصة دونجل، فطبعا ميجو ما بيعملش ما بيستجيبش الرسالة، فالناس زعلت قوي ومستغربين ان ميجو ليه ما بينزلش قصة دونجل. عشان يا جماعة لو ميجو نزل قصة دونجل ممكن اليوتيوب يقفل قناته. لو نزل قصة دونجل يوتيوب هيحذف قناته، هيوقف قناته، هيقفل قناته. فانا معرفش ليه يوتيوب بيقعد يقفل قنوات الناس، حتى لو هم مش عملوا حاجة غلط او خطيرة للأطفال. خد بالك، خليكم حذرين من يوتيوب ده. بس يا جماعة كونوا حذرين يا جماعة، يعني يا جماعة ما تنشروش، لو انتم مقاطع صاحبي جامد ما تنشروش قصة فلسطين او ما تحكيش عن الكوارث اللي بتحصل في فلسطين. اليوتيوب حرفيا لو عرف ان انت بتتكلم عن حاجة، فانتم يا جماعة ما تحكوش عن الكوارث اللي بتحصل في فلسطين، لان اليوتيوب بيقفل قناة، لان اليوتيوب بيقفل اي قناة بتتكلم عن فلسطين، لان اليوتيوب مش معترف بفلسطين، فالناس ما بقتش تتكلم. الناس ياما نصحت، كان في واحد اسمه محمد حسن جيمي كان بيتكلم عن السياسة وكده عن فلسطين، وان ياما الناس نصحته حذرته من نشر فيديوهات عن فلسطين، بس هو ما كانش بيصدق الكلام ده، وكان عايز يقول الحق وعايز يوقف معاهم. لكن يوتيوب والنتيجة يا جماعة ان يوتيوب عاقب محمد حسن جيمي عقاب شديد، ويوتيوب عمل قناته حصر واحتمال القناة تتحذف. فيا جماعة خدوا بالكم كونوا حذرين من يوتيوب ده، لان يوتيوب ده ما بيسكتش على الموضوع ده، فقناته اتخلعت خلاص، طارت خلاص. فنرجع لقصة ميجو 9 يا جماعة، عشان ميجو 9 مش هيعمل قصة دونجل لان اليوتيوب ممكن يقفل قناته. فهات يا جماعة ان يوتيوب قال له هيقفل قناته وهنزل قصة دونجل، فميجو مش هيستجيب للكلام ده. فهو ميجو 9 بيحكي عن وولف باك والتحديثات، بس وولف باك يا جماعة باع الماب نهائيا، يعني ميجو قال ان وولف باك خلاص باع الماب. بس يا جماعة يعني ميجو 9 يا جماعة زي ما قلت لكم في الاول ان هو مس عفوفة وهو طحينة وسباعي وشقلب البطة ومستر جولد، وقط لولو ودونجل وسباعي، كل الشخصيات، يعني هو بيكون بكل اطوار الشخصيات. يعني عارفين ازاي بيستخدموا؟ عشان ممكن نستخدم موبايل جهاز او جهازين او 3. يا جماعة منصدقش ميجو 9 ده، ان ميجو 9 ده كداب. يا ريت يا جماعة ما نصدقش ميجو، عشان ان ميجو ده بيكذب علينا، خبي علينا. وبس كده يا صاحبي يا جامد، ان شاء الله نكون وصلنا لغاية لحد الفيديو.
وان شاء الله الفيديو يعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. وسلام.